لم يتبقى الكثير على رؤية رايان أيت نوري بألوان نادي مانشستر سيتي. هذا النادي اللي راه معول كثير على اللاعب الجزائري رايان أيت نوري. بيب غوارديولا قال لهم جيبوا لي هذا اللاعب، مثل ما تسمعوا اليوم جبت لكم الإعلامي الصحفي تاع الشروق وهو ابراهيم حنيفي اللي كان حلل كل شيء على صفقة أيت نوري، وحتى فابريزو رومانو الإيطالي كان أيضا تكلم على راية أيت نوري. اليوم زاد تكلم عليه، اليوم أيضا زاد تكلموا على الصفقة تاع أيت نوري اللي كان تكلم عليها إبراهيم حنيفي. صفقة كبيرة من هذا النادي لهذا اللاعب اللي راهو بتألق كبير هناك في الدوري الأوروبي. خاوتنا تابعوا معنا، نبداو إبراهيم حنيفي وش يقول، اسمعوا معنا وش قال على هذا اللاعب أيت نوري من كل الجوانب. ننصحكم مشاهدة الفيديو. اليوم مش أنا اللي حنتكلم، إبراهيم حنيفي حلل التحليل بالتدقيق على رايان أيت نوري عن جهة مانشستر سيتي وحب غوارديولا اللي قال لهم جيبوا لي هذا اللاعب، وأيضا الصفقة الكبيرة اللي راح تسمعوها تاع رايان أيت نوري إن شاء الله. تابعوا معنا الفيديو. غوارديولا قال لهم جيبوا لي هذا اللاعب، جيبوا لي هذا. غوارديولا يصر على ضم الدولي الجزائري في الميركاتو الصيفي. قال لهم هذا هو اللاعب والمواصفات والميزات، أقول المواصفات والميزات التي أريدها في اللاعب الظهير الأيسر الذي سيكون في تشكيلتي بداية من الموسم المقبل. يعني شروط غوارديولا كانت واضحة، أعطى لهم الميزات، أعطى لهم الخصائص، أعطى لهم طريقة اللعب، وأعطى لهم رايان أيت نوري بحد ذاته باسمه، وأيضا كل الأمور التي تميز هذا اللاعب على بقية اللاعبين اللي كانوا في الشورت ليست تاع فريق مانشستر سيتي. حتى الإعلامي والصحفي المختص بفترة التحويلات الميركاتو فابريتسيو رومانو الإعلامي الإيطالي الشهير كشف على اهتمام كبير جدا من مانشستر سيتي اتجاه الدولي الجزائري رايان أيت نوري لاعب فريق وولفرهامبتون. حتى اليوم الثلاثاء زاد دار منشور قبل حوالي 5 ساعات من الآن، دار منشور واحد آخر بصورة رايان أيت نوري، وقال في منشوره أنه مانشستر سيتي الأولوية تاعو ويرمي بكل ثقله على صفقة رايان أيت نوري. يعني كي تشوف هكذا تشعر بأهمية الدولي الجزائري، تشعر بقيمة الدولي الجزائري عند فريق كبير عنده لاعبين عالميين وهو فريق مانشستر سيتي. تحس بأنه رايان أيت نوري وش دار طيلة موسم كامل مع فريق وولفرهامبتون ما راحش هباء. عندي إحصائية كانت تقول أنه لاعب واحد فقط كان فايته، هو الظهير الأيسر لفريق فولهام. ثم رايان أيت نوري قدم تمريرة حاسمة ولا بنفس عدد الإحصاءات، يعني تمريرات حاسمة وأهداف مع هذا اللاعب. وكان لاعب واحد فقط في أوروبا، نقول في أوروبا، اللي فايت رايان أيت نوري في الإحصاءات، وهو فيدريكو دي ماركو الظهير الأيسر لإنتر المتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. حسب آخر الأخبار صفقة رايان أيت نوري ما زالها فقط أيام معدودة جدا وترسم إلى مانشستر سيتي. مانشستر سيتي على باله بالقدرة تاعو بحسم الصفقة، دراهم ما يخصوهمش، السيولة المالية لا تطرح إشكالا تماما. رغبة إدارة ومدرب السيتي كلها على ضم الجزائري، رغبة الجزائري هي الانضمام إلى مانشستر سيتي، هذا هو الجديد. رايان أيت نوري أخبر محيطه، أخبر وكلاء أعماله، أخبر أيضا إدارة فريق وولفرهامبتون برغبته في الانتقال إلى مانشستر سيتي الموسم القادم. رايان أيت نوري راه حاب السيتي، لأنه تلكم رايان أيت نوري راه حاب مانشستر سيتي، راه حاب من الأول يلعب في هذا الفريق، وأعطى الموافقة تاعو للإدارة، أعطى الموافقة تاعو لوكلاء أعماله، وأعطى الموافقة تاعو لمحيط مانشستر سيتي اللي تواصل معاه. لأنه انت فابريتسيو رومانو كي يدير خبر كيما هذاك لازم كل الأطراف تكون متفقة. السيتي داو الموافقة تاع اللاعب وداو الموافقة تاع وكلاء اللاعب. بيب غوارديولا داو الموافقة تاعو إدارة مانشستر سيتي، ورايان أيت نوري أعطى لهم الموافقة. يعني باش تكون الصفقة وتوصل لهذه الدرجة من الجدية وأيضا
الاستمراريه في الاهتمام ويطور الاهتمام وتولي مفاوضات رسميه بين سيتي وبين وولفرهامبتون ووكلاء رايان ايت-نوري، كل الاطراف متفقه. الان ما علينا الا الانتظار، انتظار حسم الصفقه رسميا. ما بقى لهاش بزاف، ايام فقط، لانه كل الاطراف كما قلنا راهي موافقه، اللاعب موافق، غوارديولا موافق، الاداره موافقه، ما زال يتفاهموا على راتب اللاعب. هنا نعطيكم معلومه انه رايان ايت-نوري راح يتقاضى 5 اضعاف واش يدي في وولفرهامبتون. هنا باش نكونوا واضحين، راح يدي ان صالير، راتب سنوي 5 اضعاف بلوس لي بونوس المكافآت على واش راهو يدي في فريق وولفرهامبتون. هنا ايضا المفاوضات على حقوق الصور بالنسبه للاعب، الوكلاء تاعو يتفاوضوا بطبيعه الحال يدوا بورسونتاج. كاين ايضا مفاوضات على يعني بنود في عقد رايان ايت-نوري، لانه الصفقه كبيره راح تكلف اداره مانشستر سيتي اكثر من 40 مليون يورو، وحوالي 46 ولا 48 مليون جنيه استرليني، الى ما رانيش غالط يعني بالتحديد لازم يتفاوضوا وتتبع. راني نقول لكم حسب اخر المعلومات التي وصلتنا من البريمير ليج. لكن الامر المهم والمثير للاهتمام هو الراتب الدولي الجزيره رايان ايت-نوري راح يتضاعف مع فريق مانشستر سيتي اللي عنده سيوله ماليه، ويقيم هذا اللاعب، يقيم اي لاعب يجيبه بقيمه ماليه كبيره، وهذا يؤكد اهتمامهم الكبير، ويؤكد ايضا قوه وعلو كعب الدولي الجزائري في كره القدم الانجليزيه. تحليل شامل وجيد جدا من الاعلامي الصديق ابراهيم حنيفي. يا ابراهيم انا حطيت اليوم واش تكلمت لانه التحليل ديالك عجبني. على بالي بلي ما تقول لي والو حاجه عاديه. نقول لك شكرا لك على هذا التحليل يا زميلي ابراهيم حنيفي، اللي كان حلل تحليل قيم على ايت-نوري، هذا اللاعب اللي علو قدمه راهو غير يصعد ويصعد، وخاصه لما نشوفوه مع الفريق السماوي، خاوتنا النادي السماوي الازرق. هذا النادي اللي كان لعب فيه جزائري ايضا رياض محرز. اليوم غوارديولا عاود ولا للحنين وشاف باللي هذا اللاعب يستاهل يكون في نادي مانشستر سيتي، قال لهم هام المواصفات اللي جيبوا لي العام الجاي اريان كوش، بصح قال لهم جيبوا لي هذا، يعني هذا يعني ماشي هذا ما تجيبوليش. هو حب رايان ايت-نوري خاوتنا الكرام. باش يكون في علمكم ايت-نوري عده نوادي انجليزيه راهي تجري موراه، وحتى نادي اسباني ايضا راهو يجري موراه، لكن ايت-نوري خلاص فوكاليزا على مانشستر سيتي. القابل لهذا النادي هو اللي راح يكون فيه مرتاح، وراح من جهه الماليه ومن جهه اللاعب، وحتى بعد صعود وفوز البارحه مانشستر سيتي اللي ضمن يلعب تشامبيونز ليج العام المقبل خاوتنا. يعني ايت-نوري صفقه جيده جدا لهذا اللاعب الجزائري، ان شاء الله فيها خير. كل شيء هذا علاش احنا نفرحوا، هو كل شيء يولي بالايجاب للفريق الوطني. شكرا ابراهيم حنيفي للمره الثالثه، اقول لك بارك الله فيك على التحليل القيم، والله تحليل جد رائع من هذا الصحفي ابراهيم حنيفي. وانتم مثلا عندكم حق الرد خاوتنا، هل راكم حابين يكون رايان ايت-نوري في الفريق مانشستر سيتي خاوتنا الكرام مثل ما راهو حبوا غوارديولا؟ شكرا لكم، سلام.